يا مساء الهنا. أيوة. يا مساء الفل. يا ريت يا جماعة اللي يدخل بس يأكد لي إن الصوت واضح. أهلا يا مهدي. يا هلا. يا هلا. أهلا يا رنا، مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن موضوع اتسألت فيه كتير، ودايما الإجابة عليه بتكون محفوظة أو معتادة، وبتنسب لكارما، ل- لأن احنا اخترنا الموضوع، ومفيش شرح أبدا احنا اخترنا ازاي. دايما بيكون الإجابة معتادة، أو زي ما تكون بقت محفوظة بدون ما ندخل جوه أجسامنا ونشوف الموضوع بيحصل ازاي. فاحنا النهاردة مش بنتكلم مع الناس اللي اتولدوا غير أصحاء، ولا بنتكلم عن الناس اللي عندهم أبناء اتولدوا غير أصحاء، ولكن احنا بنتكلم عن جسمنا. يعني احنا النهاردة جايين نفهم أجسامنا دي شغالة ازاي، ونفهم احنا مكونين من ايه من جوه. اصلا الجسم اللي احنا عايشين فيه ده مكون من ايه. دايما بغض النظر بقى عن الروحانيات، لما بنيجي نتكلم في الموضوع ده، الرد المعروف والطبيعي إما إن هو بسبب الجينات، يعني حاجة وراثية، وإما إنه بسبب الأم والأب والبيئة اللي أنشأوا الطفل فيها وهو في بطن أمه. يبقى الموضوع دايما بيرجع لحاجتين: يا إما إن هو بسبب جينات، يا إما إن هو بسبب بيئة معينة، زي مثلا أب بيدخن، أم بتاكل أكل غير صحي، أيا كان. المهم إن الأب والأم دول كونوا بيئة معينة خلت إن الطفل ده يتولد بشكل غير سليم وغير صحي. والسؤال اللي بيتسأل هنا دايما: إيه ذنب الطفل ده؟ يعني انا مثلا ايه ذنبي ان انا اتولد لاب وام، الاب والام دول ورثوني جينات مرض، او جينات تشوه خلقي، او جينات، او كان عندهم بيئة غير صحية، او ما كانش عندهم علم كفاية ان هم يوفروا لي بيئة سليمة انشأ فيها بشكل سليم.
انا ذنبي ايه؟ وهل الموضوع اصلا مرتبط بالاب والام او ليه علاقة بالاب والام؟ يعني هل الفكرة انه انا اخترت ان انا انزل الاب ده والام دي، ولا الموضوع مختلف تماما؟ تعالوا نمسكهم حتة حتة كده، واحدة واحدة. في البداية خلينا نمسك فكرة مرض وراثي، أو إن الموضوع جاي بسبب الجينات دي. فين الجينات؟ أيوة، فين الجينات في الخلية؟ يعني الخلية بتاعت الإنسان دي فين الجينات فيها بقى؟ في النواة. طيب، لو الجينات هي اللي بتتحكم في تكوين الخلية، وهي اللي بتتحكم في النظام والكيمياء وزي ما بنقول كده البيولوجي بتاع الخلية والبيولوجي بتاع الجسم كله، لو احنا شلناها اصلا من الخلية، يعني لو احنا شلنا الجينات دي اساسا من الخلية، هل الخلية هتعيش؟ يعني لو افتراض ان الجينات بتتحكم فينا، لو احنا شلنا الجينات دي ما عادتش موجودة اساسا من الخلية، هل بالشكل ده الخلية هتعيش او الانسان هيعيش؟ طيب، تخيل انك لو شلت النواة بتاعت الخلية منها، يعني الخلية دي ما عادتش من غير، يعني بقت من غير نواة خالص، يعني من غير جينات، مفيش جينات اهو، الخلية بتعيش لمدة شهرين عادي جدا وبتقوم بكل الوظائف بتاعتها عادي. ايه ده؟ يعني انا لو شلت النواة اللي فيها الجينات، لو انا شلت الجينات من الخلية، لو انا انتزعتها من الخلية، الخلية هتفضل عايشة لمدة شهرين؟ يعني من الاخر كده، لو حضرتك الجينات بتاعتك شلناها منك اساسا، انت خلاياك هتفضل مستمرة ومكملة. وهنعرف هي ليه لمدة شهرين وبعد كده بيحصل مشكلة او الخلية بتبدأ ان هي تموت. يبقى بشكل مبدئي كده، الجينات اللي احنا فاكرين ان هي بتتحكم في الخلية دي، هي مش بتتحكم فيها. والدليل على كده ان احنا شلنا النواة اصلا اللي فيها الجينات من الخلية وفضلت شهرين مكملة عادي. طيب، المفترض علميا لو الجينات هي اللي بتتحكم فينا وفي البيولوجي بتاعتنا وفي الكيمياء بتاعت جسمنا، المفروض ان احنا يكون عندنا اكتر من 120 الف جين. المفروض ان احنا يكون عندنا في جسمنا اكتر من 120 الف جين، واحنا في الحقيقة عندنا اقل من 35 الف جين. يعني في اكتر من 90 الف خلية مش موجودة. تاني كده، لو انا الجينات بتاعتي بتتحكم في البيولوجي، المفروض يكون عندي 120 الف جين، احنا عندنا اقل من 35 الف جين. يعني في اكتر من 90 الف خلية مش موجودة اصلا. يعني بكل الاشكال ما ينفعش ان الجينات تكون هي اللي بتتحكم في الموضوع. يبقى تاني كده، احنا بنتكلم عن ليه اطفال يتولدوا غير اصحاء.
ليه طفل يتولد بمرض ولا يتولد بتشوه ولا يتولد بأي مشكلة. ودايما ده يا إما بيرجع لحاجة وراثية، يا إما بيرجع للبيئة اللي أنشأها الأب والأم للبيبي ده وهو في بطن مامته. فاحنا دلوقتي بنرجع لفكرة الوراثة أو الجينات دي. طيب، قلنا إنه الجينات موجودة في النواة. لو احنا شلنا النواة بتاعت الخلية منها، الخلية هتفضل مكملة بكل الوظائف بتاعتها عادي لمدة شهرين. يعني ده المفروض لو الجينات بتتحكم فينا، ده الخلية تموت في ساعتها، ده تنتهي في ساعتها. النقطة التانية، لو الجينات بتتحكم فينا المفروض ان احنا نملك اكتر من 120 الف جين. احنا عندنا اقل من 35 الف جين. ده معناها ان احنا في اكتر من 90 الف خلية مفقودة مش موجودة اساسا. النقطة اللي بعد كده، لو الموضوع وراثي، لو الموضوع وراثي والجينات هي اللي بتتحكم فينا، ليه في أمراض وراثية بتظهر عند ناس بعد 40 سنة وبعد 50 سنة؟ ايه اللي بيخلي الجين جوه خامل؟ يعني هو الطبيعي يعني طفل مولود بجين، والجين ده بيتحكم في البيولوجي بتاعته وفي الكيمياء بتاعته، المفروض انه في ساعتها المرض يظهر بمجرد ما يتولد. ليه بقى في امراض وراثيه بتفضل بالسنين لحد ما تظهر ويقول لك ده مرض وراثي اصل عنده تاريخ وراثي في العيله؟ الله، طب ما ظهرش من الاول ليه؟ يبقى مبدئيا كده باللي احنا قلناه ده، لا يمكن تكون الجينات اصلا متحكمه فيه. لا يمكن تكون الجينات بتتحكم في البيولوجي بتاعتنا. لا يمكن تكون الجينات ليها اي دور في ظهور مرض او لا. طيب، تعالوا بقى نفهم الموضوع اصلا شغال جوه ازاي. الخلية من جوه مكونة من اجزاء من البروتين، سلاسل من البروتين. تاني كده، الخلية من جوه مكونة من أجزاء وسلاسل من البروتين. في من 75 ل90 ألف جزء من البروتين. بحسب طول السلاسل دي وبحسب تسلسل الأحماض الأمينية اللي فيها بتتشكل سماتك وصفاتك وكل الكلام ده كله. يعني من الاخر كده اعتبر البروتين ده عامل زي الطوب وانت العمارة، فانت بحسب الطوب وشكله والتسلسل بتاعه وكل الكلام ده بتتحدد المعمارية والهندسة بتاعت الجسم والسمات بتاعته. طيب،
انا دلوقتي كونت جسم من البروتين. يعني انا دلوقتي خلاص انا بقى عندي جسم مكون من البروتين. الجسم ده هيتحرك ازاي اساسا؟ الجسم ده اساسا هيتحرك ازاي؟ بناء على ايه؟ يعني تخيل كده، ده جزء بروتين وده جزء بروتين والاتنين عاملين كده في بعض. كده الشكل ده ثابت ولا متحرك؟ ده ثابت، مش هيتحرك اصلا. يعني الجسم هيبقى صنم، مفيش حركة. ايه اللي هيجيب الحركة؟ طيب تخيل معايا كده، لو الجزء ده عنده شحنة سالبة والجزء ده عنده شحنة سالبة، هيحصل ايه؟ هيتحرك، هيتنافروا. لو الجزء ده عنده شحنة موجبة والجزء ده عنده شحنة سالبة، هيتجاذبوا. يبقى اللي بيتحكم في ثبات الجسم او حركته، يعني اللي بيجي في الحركة، اللي بيجي بالحركة، اللي بيخلي الجسم يتحرك ويتشكل ويتغير، هو الشحنة. تاني كده، يبقى الخلايا مكونة من أجزاء من البروتين. لو الأجزاء دي لوحدها كده، الجسم ده هيبقى صنم، هيبقى ثابت. اللي بيخلي شكل الخلايا يتغير وشكل الجسم يتغير الشحنة اللي بتركب على البروتين ده. يعني من الآخر كده، لو في حاجة بتتحكم في البيولوجي بتاعتنا، يبقى هي الجزء اللي بيتعامل مع الشحنات أو الإشارات اللي بتستقبلها الخلية. يعني لو في حاجة بتتحكم في شكل جسمك وفي سماتك وفي صفاتك اللي انت شايفها دي، المفترض ان هي جزء من الخلية اللي بيتحكم في استقبال الاشارات دي اصلا. طب ايه الجزء من الخلية اللي بيتحكم في استقبال الاشارات؟ الغشاء بتاع الخلية، البشرة بتاعت الخلية. يبقى الجزء من الخلية اللي بيتحكم اساسا في استقبال الاشارات وبالتالي بيتحكم في شكلها وبيتحكم في البيولوجي بتاعتنا، هو الغشاء بتاع الخلية او البشرة. يعني من الاخر كده، مخ الخلية هو البشرة بتاعتها. تاني، مخ الخلية هو البشرة بتاعتها، مش النواة، مش الجينات. الاشارة دي هتيجي للغشاء ده منين؟ يعني ادي، تخيل دي الخلية اهي، وادي البشرة بتاعتها، الغشاء بتاعها اهو. الاشارة ولا الشحنة اللي جاية هتجيلها منين؟ هتجيلها من البيئة المحيطة بيها. يبقى في اشارة جت من البيئة المحيطة، استقبلتها البشرة بتاعت الخلية، بدأت تغير في الكيمياء بتاعتها من جوه عشان تبدأ تتعامل مع الإشارة دي. وبكده بتحصل كل العمليات الحيوية، وبكده بيتشكل الجسم كله. طيب سؤال صغير بقى، هل الخلية مبرمجة مسبقا؟
على استقبال معين للإشارات؟ يعني هل انت الخلايا بتاعتك لو جات لها الإشارة A هتتصرف بالتصرف B؟ هل هي متبرمجة أساسا؟ الإجابة لأ، مش متبرمجة. وأكبر دليل على كده إنه أنت ممكن أكون أنا وأنت قاعدين دلوقتي وفي حد معانا بيدخن، أنت تجيلك حساسية، أنا ولا أي حاجة، وفي ناس بتحب ريحة السجاير كمان. يبقى استقبال الخلايا بتاعتك أنت للإشارة اللي جاية لها غير استقبال الخلايا بتاعتي أنا. يعني استقبال الخلية لأي إشارة جاية مبنية على الإدراك بتاعها للإشارة دي. هي مدركة الإشارة دي إزاي أصلا؟ يعني من الآخر حضرتك من أول ما كنت خلية صغيرة قد كده انت مش مبرمج ان انت اما تستقبل اشارة معينة تبدأ ان انت تتفاعل معاها بشكل معين. لان مفيش خلية مبرمجة البرمجة دي اصلا. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان الخلية مكونة من بروتينات، والبروتينات دي اللي بيخليها تتحرك رايح جاي ويغير في شكلها ويغير في العمليات بتاعتها مش الجينات خالص، ولكن الشحنة اللي هي بتستقبلها او الاشارة اللي هي بتستقبلها. والاشارة اللي هي بتستقبلها هي مش مبرمجة تتصرف معاها ازاي، هي بتتصرف معاها بشكل لحظي بحسب ادراكها للاشارة دي او بحسب ادراكك انت للاشارة دي. يبقى من الاخر كده الجينات لا تتحكم في شكل الجسم ولا في السمات بتاعت الجسم. اللي بيتحكم في ده هو الاشارات اللي بتستقبلها الخلية والغشاء بتاع الخلية واستقباله للاشارات دي. طيب سؤال بقى، لما هو اصلا الجينات لا تتحكم في الكيمياء بتاعت الخلية ولا يمكن تأثر على شكلها ولا على العمليات الحيوية بتاعتها، امال الجينات دي وظيفتها ايه؟ او النواة دي اصلا وظيفتها ايه؟ وليه لما اشيلها من الخلية هتفضل الخلية شغالة بس بعد شهرين هتموت؟ لان النواة هي غدة تناسلية في الخلية، هي مركز التناسل بتاع الخلية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حضرتك في اجزاء من الخلية او خلية خلاص بدت وانتهت مدتها وانتهت صلاحيتها وما بقتش صالحة وماتت، اللي هيعيد تكوين وتقديم البروتين ده ولا الخلية دي تاني هو الجينات. يعني من الاخر كده الجينات دي عندها كل التصورات الممكنة والاحتمالات الممكنة اللي تخليها تخلق لك اي بروتين ولا اي خلية خلاص مدتها انتهت.
عشان كده بعد ما تشيل النواة بفترة الخلية هتموت، لأنها بلت والأجزاء بتاعتها بلت من جوه، ممكن تكون ماتت بقت خلية ميتة، ومفيش اللي يعيد تجديدها من تاني. طيب غشاء الخلية ده بقى، البشرة بتاعت الخلية دي بتعمل ايه؟ بتشتغل ازاي؟ الفكرة ان في انواع من البروتينات تتكون منها غشاء الخلية دي. في نوع بيستقبل الاشارة، وفي نوع بيمرر الاشارة جوه، وفي نوع بيدي الاكشن او رد الفعل. يعني في 3 طبقات زيها زي البشرة بتاعتك كده بالظبط. في طبقة بتستقبل إشارة، وفي طبقة بتاخد الإشارة تمررها، وفي طبقة كمان بتبدأ إن هي تعمل الأكشن أو رد الفعل. حلو الكلام؟ يبقى بالتالي إدراك حضرتك هو اللي بيتحكم في سلوك الخلايا، استقبال حضرتك هو اللي بيتحكم في سلوك الخلايا وتكوينها وشكلها والكلام ده كله. طيب بفرض ان انت استقبلت اشارة والاشارة دي دخلت، بس البروتين اللي المفروض انه يتعامل مع الاشارة دي مش موجود، هيروح الخلية هتروح على مين على طول؟ على الجينات. الجين في ساعتها يتفاعل يكون لك البروتين اللي يعرف يتعامل مع الاشارة دي. يبقى لو حضرتك جيت استقبلت اشارة ومفيش بروتين جوه يتعامل مع الاشارة دي، مش موجود، اللي هيحصل ان الخلية هتروح على الجينات على طول. الو، عايزة البروتين المناسب اللي يخلينا نتعامل مع ده. الجين يتفعل ويبدأ ان هو ينتج لك البروتين المناسب. اوكي، السؤال هنا الجين ده بيتفعل ازاي؟ النواة مش كلها جينات، النواة جينات متغطية بالبروتينات، يعني 50% جينات و50% بروتين، والبروتين مغطيها. يعني ده معناه ان انت ادراكك او استقبالك بيودي شحنة للبروتين اللي مغطي الخلية، فيبدأ اللي مغطي الجين فيبدأ يتفتح، فالجين يتفعل ينتج لك البروتين وبعدين يقفل تاني. طب لو ادراكك اتغير، الجين اللي بيتفعل نفسه هيتغير، الجين اللي بيتفعل نفسه هيتغير. يعني اساسا انت عندك الجينات بكل الاحتمالات بس مش متفعلة. متغطية بالبروتين، لو البروتين ده استقبل شحنة بيتفتح فالجين يتفعل.
يعني علشان جين يتفاعل، ده انت مش بس استقبلت اشارة، ده انت استقبلتها وادركتها بشكل معين، وكمان طلبت تفعيل رد فعل معين وجين معين علشان خاطر تكون بروتين معين يتعامل مع الاشارة دي بطريقة معينة. طيب يبقى هارده ذمتك الجينات بالشكل ده بتتحكم اصلا في البيولوجي ولا الكيمياء بتاعت الخلية؟ الجينات بالطريقة دي بتتحكم في البيولوجي او الكيمياء بتاعت الخلية اصلا؟ طيب يبقى علشان اساسا تحصل طفرة جينية ولا جين يتفعل ولا ايا كان، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رد فعلك على اشارة انت استقبلتها، عبارة عن تكيف مع البيئة اللي حواليك اساسا. طيب احنا قلنا الجينات جوه مسؤولة عن اعادة انتاج البروتين او اعادة انتاج الخلية، صح؟ طيب لك ان تتخيل ان في جينات جوه مسؤولة عن اعادة كتابة جيناتك من تاني، اللي هي بيسموها جينات الهندسة الوراثية. يعني انت بقى عندك كده نوعين من الجينات، جين بيتفاعل عشان يديك بروتين معين او يكون حاجة معينة، وجينات تانية مسؤولة عن اعادة كتابة جيناتك او اعادة وضع الاحتمالات اللي جوه. يعني ده انت مش بس ادراكك اصلا متحكم في فكرة انك تفعل جين او لا، ده متحكم اساسا في ان انت تحط قدامك الاحتمالات اللي انت تدخل فيها. يعني لا النواة والجينات بتتحكم في الخلية ولا في شكلها ولا في العمليات الحيوية بتاعتها ولا في ظهور مرض او اختفائه، واللي بيتحكم في كده اصلا استقبال الخلية لإشارة وادراكك للإشارة دي، والجين وظيفته ان هو يتفعل عشان ينتج لك بروتين، وعشان يتفعل لازم البروتين المحيط بيه اساسا يستقبل اشارة تقول له كده. لا وكمان في نوع من الجينات مسؤول عن اعادة كتابة جيناتك، يعني انت كمان تعرف تحدد الاحتمالات المتاحة ليك. يعني ده انت مفيش اي نوع من انواع ان انت مجبر على حاجة اساسا. تاني كده، مفيش اي نوع من الاجبار عندك على ظهور مرض او على انك تتأثر بوالدك والدتك، او على انك تحصل لك طفرة جينية بدون ما انت تقصد، او اي حاجة من الحاجات دي.
طيب يبقى لما نيجي نقول ان الاب والام بيشكلوا بيئة للجنين علشان ينمو، مين المسؤول عن استقبال الاشارات منهم وادراكها؟ انت. يعني ده معناه انه علميا انت من اول ما انت خلية لحد اخر لحظة في عمرك انت متحكم وواعي كويس جدا في استقبالك وادراكك للاشارة اللي انت بتستقبلها. علشان كده الاصل ان انت اتخلقت في احسن تقويم. الاصل بتاعك ان انت اتخلقت في احسن تقويم، وبعدين رددت اسفل سافلين، الا فئة واحدة، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى في فئة من الناس اهو، ده انت بتتكلم في تكوين جنين، في تكوين خلق، هما مخلوقين في احسن تقويم وحافظوا على ده. يبقى الطريقة بتاعت ادراكهم، يبقى الادراك بتاعهم موجود اساسا. مش هو كيان غير واعي والاب والام عمالين بقى يشكلوا فيه ويغيروا فيه؟ لا، ده انت واعي اصلا، ده انت متحكم في الموضوع، ده انت اللي بتستقبل الاشاره يا حبيبي. ومن هنا بتيجي فكره، طبعا انت شاهد على نفسك، انت شهدت على نفسك. لان انت فعلا كنت في مرحله شهاده، ما هو انت استحاله هتشهد حاجه غير لما تكون في مرحله تسمح لك بده. يبقى انت شهدت على نفسك فعلا. يبقى انا مخير في كوني اولد عندي مرض او لا. ولو انا اتولدت عندي مرض، مخير في كوني استمر بيه او لا. عن طريق ايه؟ عن طريق تغييري لادراكي للبيئة المحيطة بيا. يبقى الموضوع لا ليه علاقة لا بكرمة ولا بحيوات ولا بعقاب، ولا انت عملت معرفش ايه في الحياة السابقة وجاي ترد لك هنا، ولا انت كنت قتلت 10 في الحياة السابقة فجاي هنا تتقتل، ولا الكلام ده كله. ولا انت قطعت دراع قرد في حياة سابقة وجاي هنا دراعك مقطوع، لا مفيش الكلام ده. انت جاي هنا كائن واعي من اول لحظة لاخر لحظة، متحكم تماما في ادراكك وفي استقبالك لكل اشارة بتكون وبتشكل خلاياك من جوه. بعدين يا اخي يعني الناس اللي بتقول كارما، يعني هرضى ذمتك، كارما دي بقالك 40 سنة عندك مرض وتقول لي 40 سنة بتتعاقب يا جدع؟ ده التأبيدة 25 سنة.
التأبيدة 25 سنة. هتتعاقب انت سنين حياتك كلها. يعني انت تتولد بحاجة وراثية تعيش 60 سنة مريض. ايه؟ مرض الجنين سببه جني شيطاني؟ بص، هاتلي شياطين الدنيا كلها والعفاريت اللي في الكون كلهم علشان خاطر يسببوا مرض. يا حبيبي، اذا كان الشيطان ذات نفسه او الجن ذات نفسه بيوحي، يعني هو ذات نفسه اشارة انت اللي متحكم فيها، هيبقى سببه جن شيطاني ازاي؟ يعني الجن ده او الشيطان ده اصلا علشان خاطر يجي يأثر على انسان ولا يروشه، ده هو اساسا بيستخدم الوحي. يعني هو اصلا اشارة، الاشارة دي ادراكك اللي متحكم فيها، يبقى هيتحكم فيك انت ازاي؟ وبعدين جن شيطاني دي هو جن اصلا يعني حاجة خفية. يعني جن دي، كلمة جن دي يعني حاجة بتعمل في خفاء. انت بقى فكر فيها كده، طب ما البكتيريا جن؟ ده انت الخلايا بتاعتك جن يا جدع. الفيروس جن. سيبك من الكلام ده خالص. طيب، سؤال بقى. انت دلوقتي خلية لسه وعيك نقي، وعي بيور، وعي صافي، مفيش اي حاجة خالص. انت ايه اللي بيخليك تبدأ ان انت تتعامل مع البيئة بشكل ما، بشكل معين؟ ايه اللي بيخليك تبدأ انك تتعامل مع البيئة بشكل معين من وانت خلية لحد ما تتولد؟ ركز كده في الآية دي. هو قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو قال كما يشاء ولا كيف يشاء؟ تاني كده، يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا كما يشاء؟ لا، كيف يشاء. يبقى انت شايف حاجة عملية معينة بتحصل من التصوير، صح؟ انت كوعي نقي، وعي بيور، طفل، هتعمل ايه؟ هتحاكي الآلية دي بحسب الفطرة بتاعتك وبحسب اللي جواك. عن طريق محاكاتك للآلية دي، للكيفية دي، بتبدأ ان انت تحمل الأمان. الطريقة اللي انت هتتصرف بيها، البيئة هتتشكل من خلالها. الخلايا بتاعتك وجسمك كله هيبدأ يشكل نفسه من خلالها. عشان كده ده يفهمك يعني ايه لما كان المسيح بيقول نحن ابناء الله. يعني ايه ابناء الله؟ لان انت عامل زي الابن فعلا. انت بتحاكي الكيفية بتاعته من لحظة ما كنت خلية، وبحسب المحاكاة دي انت شلت امانة وبيبدأ جسمك يعيد تشكيل نفسه. كل كائن بحسب المحاكاة بتاعته. هل المحاكاة دي خلاص حددت مصيرك مثلا؟ لا. كل ما تتطور كل ما كان عندك
قدرة على تغيير إدراكك كل ما كان عندك قدرة إن أنت تشفى من أي مرض وتغير بناء جسمك وتغير شكلك كله أساسا. وده اللي يفسر حاجة زي مثلا إن أنت لما بتتعرض لتجارب معينة ملامح وشك وشكل جسمك بيبدأوا يتغير. وإن ملامح وشك بتدل عليك، بتدل على الباطن بتاعك. يبقى كتلخيص بقى لكل اللي احنا قلناه في اللايف ده، احنا قلنا ايه من الاول اصلا؟ اي مرض وراثي او تشوه او طفرة جينية او ايا كان، المفترض ان هو بينسب يا اما للجينات يا اما للبيئة اللي انشأها الاب والام للطفل ده. قلنا ان الجينات موجودة جوه النواة. لو الجينات دي بتتحكم في البيولوجي بتاعة الخلية وشلناها منها، الخلية المفروض انها تموت. لكن اللي بيحصل لو شلت النواة من الخلية هتفضل عايشة وشغالة بكل حيويتها عادي جدا لمدة شهرين. طيب ايه اللي بيتحكم في البيولوجي بتاع الخلية؟ اللي بيتحكم فيها الإشارة اللي بتستقبلها البروتينات، لأن الخلية بتاعتك مكونة من بروتين. البروتين ده بيستقبل إشارة، مجرد ما بيستقبلها بيبدأ يتحرك بناء عليها، فيبدأ يغير شكل الخلية بتاعتك وشكل جسمك كله، ويغير كمان في العمليات الحيوية اللي حاصلة جوه. طيب انت بتستقبل الاشارة دي، هل الخلية بتاعتك مبرمجة ان هي ترد رد معين عليها؟ لا، بترد بحسب ادراكك. طيب النواة بقى مكونة من ايه وبتعمل ايه؟ النواة 50% منها جينات و50% منها بروتين. البروتينات دي مغطية الجينات. يبقى لما حضرتك تيجي تتكلم عن النواة هي غدة تناسلية بتعيد تقديم البروتين أو الخلايا من أول وجديد. طيب إمتى الجين يتفعل؟ لما البروتين اللي حواليه يستقبل إشارة ما علشان خاطر يفتح، فيتفعل الجين عشان يكون بروتين أو يعيد إنتاج بروتين يتعامل مع الإشارة دي بالشكل اللي أنت حددته. عشان كده انت مخلوق في احسن تقويم، وبحسب ادراكك بيبدأ يتشكل جسمك، اما ان انت تفضل في احسن تقويم واما ان انت ترد لاسفل سافل. الموضوع لا كارما ولا عقاب ولا حياة سابقة ولا الكلام ده كله. طب انت وعي نقي، خلية وعي نقي خالص، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ في كيفية بتحصل حواليك، الكيفية دي انت بتبدأ تحاكيها، بتبدأ تعمل لها محاكاة. بحسب المحاكاة دي وبحسب إدراكك منها بتحمل الأمانة، فتشكل الواقع بتاعك وتشكل جسمك وتشكل الدنيا دي كلها. عشان كده انت علاقاتك اصلا بتتشكل من وانت طفل صغير، الواقع بتاعك بيتشكل من وانت طفل صغير، وهكذا. وصلت؟ ده اللايف بتاع النهارده. حد عنده اي اسئلة؟ في اي حد عنده اي اسئلة؟
ممكن أكتر عن كيف يشاء. طيب، أنا دلوقتي جبت خيط وجبت خرز وبدأت قدام طفل صغير، مسكت الخيط وبدخل الخرز فيه، خلاص كده. والطفل اللي معايا برضو معاه خيط ومعاه خرز، اللي هيحصل ايه؟ ان هو يبدأ يقلدني. هل انا اجبرته ان هو يدخل الخرز بتسلسل معين، ولا انا وريته ازاي بيدخل الخرز او فين بيدخل الخرز وبعد كده هو كمل؟ نفس المنطق بالظبط. انا كخلية او كوعي نقي شايف عملية تصوير وشايف عملية خلق بتحصل حواليا، هبدأ ان انا احاكيها بحسب ادراكي ليها، بحمل الامانة. هيبدأ يتشكل جسمي، هيبدأ يتشكل الواقع بتاعي، هتبدأ تتشكل علاقاتي كلها. وصلت؟ عيدوا سماع اللايف ده اكتر من مرة، واتأكدوا من كل معلومة انا قلتها. يعني الوعي تبع الشخص هو اللي يخلي الجنين يحمل المرض. هو جنين دي مرحلة اساسا من مراحل الانسان او من مراحل الشخص ده. المرحلة دي ليها اكتر من شكل، يعني بتاخد اكتر من شكل، من اول ما كان خلية لحد ما بيبدأ جسمه يتكون ويتشكل والعمليات الحيوية بتاعته تتكون وتتشكل. المفروض ان لو في مرض وراثي او اي حاجة غالبا بيظهر في اول 3 شهور، لان هو في الوقت ده بيكون وعي نقي جدا، فبيبدأ ان هو يستقبل بسرعة الآلية اللي يشتغل بيها، وبناء عليه بيبدأ يكون نفسه ويكون الشكل اللي هو هيكون عليه. الأب والأم بقى ممكن يهيئوا له بيئة تكون مناسبة تلهمه، وهكذا، ده كويس. لكن في الأصل الأب والأم ملهمش أي تأثير أكتر من إن هما بس بيئة وهو اللي بيستقبلها. وبالتالي كمان كويس إن أنت سألت السؤال ده، فكرتيني بحاجة. مفيش حاجة بقى اسمها إيه، أصل الطفل الداخلي بتاعي مجروح. أصل اصل انا ماما كانت بتطفي سجاير في قفايا. اصل انا بابا كان معرفش بيعمل ايه. ما ينفعش ان انت تعلق حياتك كلها على ان انت انا اتظلمت من فلان، او انا ما كانش ليا ايد في اللي انا فيه دلوقتي. لا، انت استقبلت بيئة او البيئة المحيطة بيك بشكل معين هي اللي خلتك بالشكل ده دلوقتي. تقدر تستقبلها بشكل تاني، تقدر تعيد ادراكها بشكل تاني. دكتور وليد فتيحي يؤكد كلامك ده في برنامج ومحياي. طيب يا ريت تبعتيلي الحلقة او تحط اللينك بتاعها هنا في الكومنتات. واحتمالات البيئة اللي نختارها غير محدودة. انت مش بس بتختاري احتمال من عدة احتمالات، لا، ده انت ممكن تعيدي كتابة الاحتمالات كلها اصلا وبشكل غير محدود.
ممكن بقى نعمل لايف تاني كده عن إعادة برمجة الإدراك وتغيير الإدراك والمعتقدات، عشان خاطر تبدأ شكل الخلايا وشكل الجينات دي يبدأ إن هو يتغير ويعيد تكوينه من تاني. اللايف ده جاي يقولك من الآخر كده: أنت مش مجبر، أنت مش مقهور، أنت مش مظلوم، أنت مش جاي هنا اللي هو فيه قوة أعلى منك اختارت لك الحالة اللي أنت فيها واختارت لك المكان اللي أنت فيه، وأنت جاي بس تتعامل معاه وخلاص ومالكش إيد فيه. مش معنى ان انت في مرحلة انك جنين في بطن مامتك ان انت كده مش واعي او مش قادر ان انت تخلق حياتك. يعني فينا نقول انه مفيش كارما وهي حياة واحدة بس. ما قلتش ان هي حياة واحدة بس مفيش حاجة اسمها ان انا عشت حياة فغلطت فيها فاللي انا عملته جاي يأثر على هنا فهيجيب لي مرض. يعني مفيش حاجة اسمها انه ايه انا مثلا كنت في الحياة السابقة دي قتال قتل، فجيت في الحياة دي برجلي مقطوعة عشان اخلص الكارما اللي عليا. ولا انا مثلا كنت في حياة سابقة اذيت انسان فجيت في الحياة دي مولود لأب وام بيطفوا سجاير في قفايا عشان يأذوني. فمفيش الكلام ده. يعني الادراك ده يعني مش طبيعي، مش صح. لانه لو انت في الحياة دي فانت ليك امام وامية وام تختلف تماما عن اي حياة انت هتعيشها. فبالتالي كل حياة بالامام بتاعها، كل حياة بالامية بتاعتها. لكن مفيش حاجة اسمها ده بيأثر على ده، لا تزر وزرة وزر أخرى. الإدراك يبدأ بعرفان حقيقي لمن أنت. أوكي، هو بيبدأ بعرفان، بس هو أنت إزاي تطبقي المعرفة دي أو العرفان ده بقى؟ يعني أنا عرفت إنه أنا في حقيقتي كذا، بس في حقيقتي كذا دي طب أنا في حاجات مختلفة دلوقتي. يعني أنا عايش حاجات مختلفة دلوقتي. فالطبيعي والمفترض إنه أنا أبدأ إزاي أنقل حقيقتي دي للواقع بقى.
طيب، يا رب يكون اللايف يعني مؤثر، او كان ليه اثر، ويا رب يكون كان خفيف، وخصوصا ان احنا بنشرح حاجة علمية، فيا رب يكون كان خفيف وبسيط. وان شاء الله اشوفكم اللايف الجاي، و... واحنا في كل لايف يعني في مواضيع بتتفتح، فالحمد لله يعني. فاشوفكم ان شاء الله اللايف الجاي، وممكن بقى نتكلم عن فكرة تغيير الإدراك، ممكن نتكلم عن نبدأ سلسلة التعامل مع الفئات الصعبة في الحياة، أو مع العلاقات الصعبة، على حسب بقى ربنا هيلهمني بيه. مشكور، وفي انتظار اللايف الجاي. شكرا يا سوزي. هو فعلا غني وكله معلومات علمية، وبحاجة ينعاد أكتر من مرة. ده حقيقي، ده حقيقي، وكل مرة هيتعاد هيوصلكم منه معلومات أكتر وأكتر. أشوفكم على خير. باي باي.